لازم نعرف العلامات المبكرة للجلطة اللي لازم إذا صارت في غضون 3 إلى 4 ساعات يجب أن يحصل المريض على المعالجة الطبية أو المساعدة الطبية عشان ما يتعرض ربما بعيدا عنكم للإعاقة الدائمة. الوقت الذهبي مهم جدا من 3 4 ساعات، فلذلك إذا صارت هذه العلامات فورا يجب أن تطلب المساعدة الطبية. والعلامات بسيط نعرفها، يصير تنمل في جزء من الجسم خصوصا أو في جزء من الوجه، تنمل، يصير فيه لخبطة في الكلام ما عاد تدري شو يقول، أو إنه يصير لخبطة في فهم الكلام، يعني تتكلم لا ما يفهم ايش أنت تقول، أو يصير لخبطة في النظر، في الرؤية، في البصر، في الإبصار، يصير في لخبطة، أو يصير لخبطه بعيد عنكم في الاتزان او في المشيه، تلقاه يمشي طح مع انك تعرفه ما عنده مشكله مهمه جدا هذه. نسال الله ان الله يشفي جميع مرضى المسلمين. اضف اليها انه ربما من ضمن الاعراض انه يصير صداع شديد جدا. هذا الصداع ما عمره جاء، يعني يجيني يقول يجيني صداع، بس الصداع هذا لا، يعني صداع شديد جدا غريب. فهنا يجب طلب المساعدة الطبية فورا في غضون 3 إلى 4. طبعا كل ما أنقذ في وقت مبكر كانت النتائج أحسن بشكل كثير جدا، إن شاء الله ما يتأثر منها. لو تأخر هنا المشكلة. مهم جدا هذا المقطع، والله مهم يا أصحابي، يعني وصلوا للناس عشان يعرفون هذه العلامات. بعضهم تصير عنده وينتظر المريض، يمكن ما في يمكننا إذا صارت هذه الأشياء ودى المستشفى سيده على طول، أو اطلب الهلال الأحمر. إذا أنت في مكان نائي الله يعينك، إذا أنت في المدينة اطلب الهلال الأحمر فورا، لا تتأخر. صلى الله يعطينا وإياكم الصحة والعافية ويشفي مرضى المسلمين. يا حي يا قيوم.